مش حتته مش عدلته، انما خلاص بالممارسه معروف عرضيه حلوه حفني ممكن خطيره حلوه اللي فاتت من معروف لايمن حفني. يا ولد يا خطاب، هجمه شرسه لنادي الزمالك، عملوها كويس المره دي والسرعه بتفرق انما يا سلام عليك يا معروف، ايه كوم لعيبه دمنهور كلهم لورا كده، وقفهم انتباه وعملها للي جاي فاضي خالص. ايمن حفني لازم يحطها زي ركله الجزاء، انما يتالق ويتعملق احمد خطاب. هجمه في منتهى الجمال، لسه عبد الملك، جول احمد عيد رمضان وعيد سعيد، احمد عيد عبد الملك. حلوه احمد عيد مستنيها وفي القايم، وعلى طول كده يكافئ فرقته وجهازه الفني بعد اللعبه الخطيره اللي ضاعت عشان نادي الزمالك في تقدم منطقي يعملها احمد عيد عبد الملك. حلوه انما اللمسه الاولانيه هنشوف كده مين اللي شالها بدماغه. ادي العرضيه، هات لنا بقى اللي شالها بدماغه. خالد قمر، برافو يا خالد يا قمر، هو اللي مشاها عشان توصل لعبد الملك في ظل غياب الجبهه اليمين الدفاعيه اللي غاب عنها تماما احمد سالم اللي كان بيتعالج بره، ورجع يغطي مكانه واحد من لاعبي الوسط احمد ناصف، انما ما قدرش يغطي فيها كويس. انما هدف لنادي الزمالك مع الدقيقه 28، يغير من يلعبها له انما يشيل تاني بشكل كويس المره دي عمرو بسيوني. وهنشوف الحكم مدي ايه، ركله جزاء معروف. هنشوف اللعبه للمره الثانيه، وادي عبد الله جلال وركله جزاء لنادي الزمالك مع الدقيقه 54. بيتكلم حسام خليل، انما خلاص القرار نفذ وادى الحكم قراره. اللعبه اهي ولمسه اليد هنشوفها، وركله جزاء ايمن حفني هو اللي رايح واخد الكوره. ايمن حفني، ادي عرضيه توفيق، وادي عبد الله جلال، وادي الكوره، وادي الايدين، وادي ركله الجزاء. ايمن حفني مع الدقيقه العاشره اللي دخلنا فيها دلوقتي من الشوط الثاني، والدقيقه 55 فرصه لنادي الزمالك يطمن على النتيجه خلاص ويلعب براحته الوقت اللي جاي. حفني مع خطاب صاحب الثلاث اجوان في الدوري وهدف اخير امام سانجا الكونغولي في الكونفدريشن كاب. ايمن حفني هنشوف ركله الجزاء، مسجل 3 اجوان مهمين في لقاءات كبيره قدام المقاولين، لقاء 1-0 اللي خدوا بيه ال3 نقاط، وقدام الاهلي 1-1، وقدام سموحه. دول ال3 اجوان اللي جابهم حفني. وهنشوف النهارده ركله الجزاء مع خطاب، حفني وخطاب، انما خطاب لسه موجوده ويكمل فيها حفني. جون على مرتين لايمن حفني، انما برافو المحاوله الخطاب. وايمن حفني الراجل يعني مش عاوز يجيب من ركله الجزاء ولا ايه، تترد له وعامل الفولو وهو اللي يكمل فيها. بص شوف ايمن حفني ورايح اهوت على الكوره ويعمل عليها المتابعه. وفي ركله الجزاء طبعا ردت من حارس المرمى. واحد هيقول لك الراجل كده يبقى متسلل ولا ايه، لا ده ركله الجزاء كأن حارس المرمى هو اللي مغطي وهو اخر لاعب. وايمن حفني بيسجل هدف التقدم الثاني لنادي الزمالك مع 10 دقايق من بدايه الشوط الثاني بعد ما طلع اول مره خطاب، انما المتابعه والفولو من حفني. يبقى نادي الزمالك 2 دمنهور لا شيء. ويقترب، هنشوف العدد كده 3 و1 4 على 4 ازرع. باسم الشرس والمرمى، الشرس والجون، خطيره مش ممكن، هو باسم مرسي. انما عبد الملك لسه الهجمه موجوده، العرضيه هي دي اللي فوقتنا. حازم امام مستنيها، ممكن يرد تاني انما تقل بعد ما اتضايقت المساحه. مين اللي جاي بوشه وتسديده جول، مش ممكن، جول. خطاب خلص على فرقته خلاص الراجل، انما هدف لطارق حامد. تروح الكوره كده واحمد خطاب كره سهله، انما الهدف الثالث لنادي الزمالك في الدقيقه 82. بص من الاول حازم امام اهوت يا ولد، شايف كويس قوي، وتعمل بند تعدي من احمد خطاب. مش هتنيمه الليل دي، مش هينام احمد خطاب. ادي الكره سهله ورايح الراجل بيمسكها. يعني الله يكون في عون مدرب الحراس اللي قاعد بره، بالنسبه له بتبقى جريمه. ادي الكره، انما الاخطاء موجوده، حراس مرمى كبار بيغلطوا، انما اهم حاجه تتعلم. وكره سهله طلع اصعب منها في الشوط الاول احمد خطاب. ثلاثيه الدقيقه 81